النهارده منزل في المنطقه الاولى حدائق اكتوبر حي الندى. زي ما احنا شايفين المنزل بتاعنا نموذج ناصيه ما شاء الله، ليه حرم رصيف جميل جدا. طبعا المنزل بتاعنا تشطيب واجهه خارجيه هايلوكس، حاجه محترمه جدا، شغل كله حديث، شغل كرانيش، شغل جبس ما شاء الله. حرم للبيت جميل جدا. زي ما احنا شايفين نقدر نعمله باركن للسياره. طبعا ده كده الشارع الامامي للمنزل. منزل اول نمره من نادي المنطقه الاولى، النادي الاجتماعي. قدامنا مسجد كبير، قدامنا سنتر تجاري. زي ما احنا شايفين بوابه محترمه جدا، شغل عالي، شغل حديث وشغل مودرن. زي ما احنا شايفين كده بوابه ضرفه واحده، ضرفه كبيره مديانا واسع كبير جدا. الجاردن بتاعنا فيه 70 متر زياده. زي ما احنا شايفين حاجه محترمه جدا، جاردن ولا اروع. مفيش المساحه دي ما بتتكررش كل يوم. طبعا زي ما احنا شايفين معانا هنا لمسه فيها بانوراما، حاجه شياكه جدا، حاجه على مستوى عالي، شغل فيلل وشغل قصور. زي ما احنا شايفين ما شاء الله حوامل التكييفات بالكامل، في سيستم كاميرات، حوالي 8 كاميرات في الفيلا. زي ما احنا شايفين مدينا مساحه جاردن كبير ما شاء الله، حاجه محترمه جدا. نقدر نستقبل فيها كل ضيوفنا، نقدر نعمل فيها حمام سباحه زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض زي ما احنا عايزين. الريسبشن بتاعنا كله على الجاردن، حاجه مشرفه جدا، تقدر تقابل ضيوفك فيها، حاجه محترمه. زي ما احنا شايفين ده كده بسين، ومعانا شوايه، معانا ميني بار في ظهر البيت. طبعا الظهر كله متشطب، سيستم كاميرات بالكامل زي ما اتفقنا، حوامل التكييف، حاجه محترمه جدا. اضاءات بالكامل في الجاردن كله اب داون، شغل كله حديث، شجر كله مثمر زي ما احنا شايفين، كله مانجا، حاجه محترمه جدا. هنشوف مع بعض كده ما شاء الله الجاردن بتاعنا كله سيراميك ونجيله. دخلنا كده المدخل الرئيسي للشقه، الدور الارضي. المنزل بتاعنا تقسيمه فيلا زي ما احنا شايفين، بسم الله ما شاء الله، حاجه على اعلى مستوى. السلم بتاعنا الجميل، تشطيبات جميله جدا، اب داون بالكامل ما شاء الله، شغل حديث، شغل عالي. ريسبشن قطعتين كبار زي ما احنا شايفين، شغل كله جميل جدا. مطبخ امريكان على ريسبشن، حاجه محترمه جدا، تقدر تخدم معانا ريسبشن بشكل جميل جدا. وما ننساش ان احنا عندنا ميني بار في الحديقه الخلفيه، وطبعا عندنا شوايه كبيره جدا، اللمسه البانوراميه الجميله بتاعتنا. هنشوف مع بعض كده حمام ضيوف. احنا شفنا الدور الارضي بالنسبه ما شاء الله، حمام جميل جدا، شغل كله عالي، شغل حديث، شغل دفء. زي ما احنا شايفين في كابينة شاور في الحمام بالنسبة للدور الأرضي، يعني هتدلع ضيوفك، جاردن وحمام سباحة وكابينة شاور، حاجة محترمة جدا. هنشوف مع بعض هنا غرفة مكتب زي ما احنا شايفين لسيادة المستشار عبد الله، مشرفنا بسكنته وبجيرته في ابن بيتك. ربنا يبارك لصاحب النصيب. ما هنا معانا باب خلفي تاني، طبعا ده بيطلعنا على الجاردن الخلفي، على حمام السباحه زي ما احنا شفنا اهو معانا. تبقى قاعد كده في المكتب رايق، وقاعد في حمام السباحه محترم، خارب الدنيا ولا همك الدنيا. زي ما احنا شايفين كده احلى اطلاله باجمل مشروع، مشروع ابن بيتك، اجمل منطقه بقربها للخدمات وقربها لجهاز المدينه، حاجه محترمه جدا، شغل كله مودرن وشغل حديث. شايف الاطلاله بتاعتنا الجميله من على الريسبشن وانت قاعد كده على السفره، تاخد اكلك من المطبخ الامريكان، الفيو بتاعك كله على الجاردن وعلى البسين بتاعك، حاجه محترمه جدا جدا جدا. هنشوف مع بعض دلوقتي الشقه الدور الثاني والدور الثالث. فانا هنشوف مع بعض الدور الاول والدور الثاني العلوي للفيلا. طبعا احنا كده خرجنا عن نطاق ابن بيتك خالص، احنا كده بنعرض فيلل على اعلى مستوى زي ما احنا شايفين. مش هنلاقي الكلام ده في اي بيت في ابن بيتك، ولا اللوكيشن بتاع المنزل، ولا التشطيب الجميل اللي احنا شايفينه ده. كده ريسبشن بالنسبه للشقه الدور الاول العلبي، شغل كله زي ما احنا شايفين ما شاء الله. سبوت، بيت نور، مكتبه شاشه، طبعا زي ما اتفقنا سيستم كاميرات بالكامل كاشف معانا كل اجزاء المنزل. منطقه طبعا الامن فيها جميل جدا زي ما احنا شايفين كده. احنا معانا مساحه مطبخ للدور الاول العلوي زي ما اتفقنا. احنا معانا الارض ريسبشن كبير، قطعتين، مطبخ امريكان، معانا حمام ضيوف. معانا الدور الثاني زي ما اتفقنا، شفنا ريسبشن جميل جدا. معانا هنا حمام تاني في كابينة شاور، شغل كله دفن، شغل جميل جدا زي ما احنا شايفين ولا اروع. هنشوف مع بعض مساحة الغرفة رقم 1 بالنسبة للشقة الأول العلوي. ما شاء الله حاجة محترمة جدا، شغل كله حديث. طبعا الإطلالة بتاعتك من الغرفة على الجاردن
الجانبي وعلى حمام السباحه اللي انت عامله. حاجه شياكه وحاجه جميله جدا. هنشوف مع بعض الاطلاله بتاعتك وانت في الغرفه غير مجروح نهائي زي ما انت شايف. بسم الله ما شاء الله، مساحه ولا اروع في مشروع ابن بيتك. هنشوف مع بعض برضو هنا معانا الجنينه الخلفيه، حمام السباحه بتاعك، متابع ضيوفك، متابع اطفالك، مخلي بالك من عيالك بيلعبوا حوالين منك، ولا يروح نادي ولا يروح في اي مكان. عندك الشوايه بتاعتك اهي، شغل كله جميل، شغل حديث كده. احنا شفنا الغرفه الاولى، معانا هنا الغرفه الثانيه. بسم الله ما شاء الله، شغل جميل، غرفه مكيفه. طبعا احنا حوامل التكييفات بالكامل بالنسبه للدور الارضي والاول والثاني كلها خلصانه. معانا سيستم كاميرات بالكامل، تشطيب كله على اعلى مستوى، جبسن بورد الريسبشن والمطبخ والحمام والغرف. شغل جميل جدا. اطلاله المنزل على شارع رئيسي. نشوف مع بعض كده الدور الاول والدور الثاني العلوي. شفنا الدور الاول طبعا ريسبشن كبير ومطبخ وحمام، طبعا شغله كله على اعلى مستوى. معانا هنا كده شقه رقم 2 او شقه رقم 3 الثاني العلوي زي ما احنا شايفين ما شاء الله. سلم للروف، حاجه محترمه جدا، حاجه امان جدا للاطفال زي ما احنا شايفين. الريسبشن بتاعنا الجميل، نفس المساحه بتاعتنا للدور الاول العلوي. طبعا احنا كده اتفقنا الريسبشن بتاعنا في بلكون التهويه على الشارع الامامي للمنزل. المنزل بتاعي غير مجروح نهائي زي ما احنا شايفين، مفيش اي حد جارحني، قاعد براحتي في بلكونتي قدام المسجد، قدامي نادي اجتماعي، قدامي سنتر تجاري، الجاردن الامامي بتاعي، راكن عربيتي في حرم البيت، حاجه محترمه جدا زي ما احنا شايفين كده. البلكونه بتاعتنا جايبه معانا الجاردن الامامي كله. الجاردن الامامي بتاعنا زي ما اتفقنا كله متشطب سيراميك. الجنب التاني للريسبشن كاشف معانا الجاردن بتاعنا زي ما اتفقنا. اجمل واحلى اطلاله في مشروع ابن بيتك، مش هتشوف اجمل من كده. هنشوف مع بعض مساحه الشقه زي ما احنا شايفين. السيراميك كله بورسلين كيلوباترا فرز اول، شغل خلطات، شغل كله موديل، شغل حديث. السباكه بتاعتنا كلها بي ار. طبعا صرف الغساله متوزع كهرباء بشكل جميل جدا، نقدر نحط تلاجة 2 3 زي ما احنا عايزين. معانا هنا الحمام بتاعنا زي ما اتفقنا، الشغل بتاعنا كله كيلوباترا، حاجه محترمه جدا. السباكه بتاعتنا فرز اول زي ما اتفقنا. برضو معانا كابينه الشاور الجميله كلها متشطبه بالكامل، شغل كله سيكوريت، حاجه محترمه جدا. شوف مع بعض دلوقتي مساحه الغرفه الاولى بتطل معانا على الحديقه الخلفيه، هنشوفها مع بعض. طبعا احنا معانا في الحديقه الخلفيه عاملين شوايه وعاملين زي ما اتفقنا حمام سباحه، حاجه محترمه جدا، شغل كله جديد، شغل جميل. معانا الشباك التاني، او ممكن نشوف من الغرفه التانيه الاطلاله للجنينه الجانبيه. طبعا احنا معانا الغرفه بتشوف الظهر البيت والشوايه والبسين بتاعنا. الغرفه التانيه بتشوف معانا الجاردن، حاجه محترمه جدا تليق بيك وباسرتك في مشروع ابن بيتك. امتلك خصوصيه خاصه وكامله بيك وباولادك. اتفقنا الروف بتاعنا ما شاء الله، الفيو بتاعنا جميل جدا ساعة الغروب، حاجة جميلة جدا جدا. طبعا الروف بتاعنا كله معزول عزل بي ار، متشطب كله سيراميك، معمول له فيه صرف تغذية زي ما احنا شايفين، في فيش في كل مكان. نقدر نعمل برجولة جميلة جدا على الروف، مضيئة زي ما احنا شايفين. عايز تعمل غاية حمام زي ما انت عايز، غاية الحمام جاهزة. هات يا باشا ايه الشقلباظات بتاعتك وتعالى. ادي الجاردن بتاعنا اهو الجميل، المرجحة بتاعتنا، ضيوفنا الجمال، عزومتنا، قعدات رمضان زي ما احنا شايفين. مش هتتعوض مساحة الجاردن بالنسبة لابن بيتك تاني. مساحة جاردن اكتر من 150 متر و75 متر المباني.